السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو سنتحدث عن قصة عن الظلم. الظلم ظلمات يا إخواني الكرام، واتقوا دعوة المظلوم. المظلوم إذا رفع يديه إلى السماء فإنه لا يوجد أي حاجز وأي حجاب بينه وبين الله عز وجل، ويقول له الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. يعني دعوة المظلوم مستجابة، هذه لا شك فيها. تقول إحدى الأخوات وهي من المملكة العربية السعودية، تقول أنها تزوجت بشاب، وهذا الشاب يعني في نفس البيت تسكن أخته، وأخته معها 4 أولاد يسكنون معه، يعني بيت وشقة يسكن فيها هذا الرجل مع زوجته اللي هي هذه الأخت صاحبة القصة، وفي نفس البيت تسكن أخت هذا الشاب مع 4 من أبنائها الكبار، يعني كبار. تقول واحد من هؤلاء 4 متزوج بأختي، يعني واحد من هؤلاء 4 متزوج بأخت هذه الأخت صاحبة القصة. تقول أنا زوجي كان مانعني أبدا من الذهاب إلى بيت أهلي، أبدا ممنوع الذهاب إلى بيت أهلي، وكنا يتامى، يعني أبونا متوفي وعندنا الأم فقط، ولا يوجد عندنا أخوات فقط. فتقول هذه الأخت أختي اللي هي متزوجة من ابن هذه المرأة كان يسمح لها بالذهاب 5 أيام في السنة فقط، تذهب يوم 25 رمضان وتأتي قبل ليلة العيد، يعني ليلة العيد تأتي لكي تحضر العيد مع أهلها، لا تحضر ليلة العيد مع أمها. تقول في إحدى المرات ذهبت أختي هذه مع زوجها إلى أمي لقضاء 5 أيام هناك، وأنا جالسة يعني في الحوش، وإذا بأم هذا الزوج تأتيني وتقول لي، يعني تظهر أنها غضبانة. فأخبرتها لماذا أو سألتها لماذا، قالت لي يعني أختك تتحكم في ابني وتذهب معه ويذهب معها إلى أمه ويمكثون هناك 5 أيام، وهذا لعله سحر. قلت لها يا أختي اتق الله، هذه تبقى عام كامل ولا تذهب إلا 5 أيام في السنة. قالت لها لا، هذا غير طبيعي، كيف يذهب معها؟ أنتم أناس يعني أشرار، أنتم بنات فيكم سحر، أنتم كذا، أنتم غير متخلقات، أخلاقكم غير طيبة. ندمت في اليوم الذي يعني تزوجك أخي وتزوجت أنا أو زوجت أنا ابني من أختك. تقول فأكثرت علي التهم واتهمتنا بأمور ليست فينا، وبأننا يعني نتعاطى لأمور غير طيبة. تقول فجارحتني بكلامها، وكان ذلك يوم 27 في رمضان. تقول فجارحتني بكلامها، فلما جاء صليت العشاء وفرشت سجادتي وصليت التراويح، ثم صليت الوتر، ثم رفعت أكفي إلى السماء فقلت يا رب إني مظلومة فانصرني بما شئت، يا رب إني مظلومة فانصرني بما شئت يا الله. تقول وأنا في الدعاء مرت علي هي فقالت لي ها تدعي الله عز وجل ما استجاب من الطيبات الصالحات يستجيب منكم أنتم الخبيثات. تقول فزادت هما على هم وبكيت ودعوت، فقلت يا رب إني لا أعرف كيف أدعو، يا رب يعني انصرني بما شئت. قل فجمعت سجادتي ثم انصرفت. تقول مرت 3 أيام بعد عيد الأضحى، 3 أيام، ولا إخوانها أو أبنائها 2 متوفين في حادث سير. يا الله. فلما سمع أبوهم بالحادثة
لما سمع أبوهم بالقصة وبالخبر كان عنده سكر وعنده ضغط، فارتفع الضغط عنده وارتفع السكر فمات في المستشفى. ماتوا لها 3. تقول كان عندها ابن مهندس، جاءه الشرطة في اليوم الثاني أو اليوم الثالث مسكوه بتهمة المخدرات. سبحان الله العظيم، في يوم تغير عندها كل شيء. ماتوا لها 3، وابنها اللي كان يعني يعيلها ويصرف عليها توفي، أو عفوا مسكوه الشرطة بتهمة المخدرات وأودع للسجن. فتقول هذه الأخت: والله العظيم أني رأيت دعوة الله عز وجل مستجابة أمامي. يعني تقول أنا والله يعني لم أدعو عليهم، أنا لم أقول يا ربي أميت أبنائها لأنها ضحكت علينا وقالت لنا أنتم يعني لا يوجد عندكم من يربيكم وفي بيتكم لا يوجد رجال. أنا لم أدعو على أبنائها، وإنما الله عز وجل يعني كما استهانت هي بنا وأننا نساء وأنه لا يوجد من ينصرنا، فأخذ الله عز وجل زوجها وأبنائها 3. فيا إخواني ويا أخواتي، أوصيكم من هذا المنبر اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم، لا تستهينوا أبدا بدعوة المظلوم. فوالله العظيم إن الله عز وجل يعني ذكر في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أن دعاء المظلوم مستجاب، يجيب الله عز وجل دعاء المظلوم في الحين. فيا من عنده خادم ويهينه ويظلمه ولا يؤديه حقه، اتق الله عز وجل. ذلك الخادم لو دعا عليك لا أصابك الله عز وجل بمصيبة تلهيك عن أموالك وعن أبنائك وعن كل شيء. فنتق الله عز وجل ونبتعد عن الظلم ولا نضحك على الناس. بعض الناس هداهم الله يضحكون على أبناء الناس. فلان انظر فلان أبنائه يدخنون، انظر فلان أبنائه لا يشتغلون، فيبتليه الله عز وجل في أبنائه بنفس الشيء الذي هو كان عند الناس الذين يضحكون عليه. وهذه والله العظيم أنا عشتها. وناس كانوا يضحكون على أطفال، انظر شكلهم، فابتلاهم الله عز وجل بنفس الأبناء، يدخنون، يتسكعون، يعني الأشياء التي كانوا يضحكون عليها في أولئك الناس أصابهم وابتلاهم الله عز وجل بها. نسأل الله العفو والعافية، ودائما نسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا الذين ماتوا في الزلزال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.